السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن الكوارع التحفه ده في الفرن. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنتكلم ازاي كمان نخلي الكوارع بتاعتنا دي تستوي بسرعه، وازاي كمان نشتريها من بره، وكمان ازاي ننضفها كده لو فيها اي حاجه مش عجبانا. اسهل طريقه للتنظيف بتاعتها. بس لو انتوا لسه جداد في القناه واول مره تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه كده هنتكلم عليها لما نيجي نشتري الكوارع بتاعتنا، نشتري الكارع القداماني اللي هو الرجل اللي قدام، مش نشتري الرجل اللي ورا. وطبعا اللي احنا بنشتريه منه بينضفها وبيقطعها وبيدهنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا طبعا عندنا في البيت بننضفها برضو تاني ونعيد على تنظيفها كده ونأكد عليه، وهقول لكم دلوقتي ازاي ننضفها معانا لو في اي حاجه زوايد كده من الشعر ولا اي حاجه موجوده في الرجل، ازاي ننضفها دلوقتي. بعد كده بقى اول ما اجيبها واغسلها وانضفها كويس جدا بالميه والليمون كويس، هبدا بقى في حله على النار، هبدا احط فيها ميه تكون بتغلي، واول ما تغلي الميه بتاعتي هبدا انزل بالكوارع بتاعتي. هغطيها كده وهسيبها تاخد غلوه واحده او اتنين. هبص الاقيها كده بتطلع ريم على وش الميه. هنبدا نشيل بقى الريم ده كله، ومش هنحط اي بوكيه جرنيه دلوقتي خالص الا لما نتخلص من الريم ده. بتبقى زفاره كده وميبقاش حلو، عشان الشوربه بتاعتنا تبقى رايقه كده وجميله وزي الفل. بعد كده بقى عندي طماطمايه وبصلايه وجزرايه، وعندي كمان نص ليمونه كده هعصرها، وعندي ورق لور وكمان حبهان هبدا اضيفه معاه. هسيبها بقى تستوي معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. افضل طريقه للتسويه ان انا اديها غلوه من قبلها بيوم، واطفي عليها وتاني يوم اكمل التسويه. طب لو انا مستعجله، يبقى انا هحط الكوارع زي ما هي كده، واول ما تغلي معايا هبدا اهدي النار. بعد بقى ما استوت كده وحطيت لها الملح معايا، انا عندي هنا الدقه اللي انا هعملها فيها بقى. عندي هنا معلقتين كبار من الزيت، ومعايا كمان معلقه من الثوم كده المفروم. بعد ما اشوحه كده ويبدا ياخد اللون الاصفر كده، عندي هنا حوالي كوبايتين كبار من الطماطم، هحطهم عليهم كده واسيبهم يسبكوا مع بعضهم، واحط معاهم آه، نص معلقه من الملح، وكمان ربع معلقه من الفلفل الاسمر، مش هكتر التوابل، وربع معلقه من الكزبره. بعد ما يسبكوا معايا كويس كده، هبدا انزل بقى كمان عندي هنا حمص. الحمص ده انا كنت جايباه وغسلاه وسلقاه. تقدري تحطيه ني، بس تحطيه مع الطماطم وانا حطاها على ما الطماطم تسبك يكون هو استوى. ودلوقتي بقى هنبدا ناخد الكوارع بتاعتنا ونحطها في الطاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان نبدا ندخلها الفرن. ما قلتلكوش بقى على الطريقه بتاعه التنظيف. عندي حاجه من اتنين، يا اما اشيطها كده على البوتاجاز، وانا ما بحبش الطريقه ديت، يا اما اجيب مثلا شفره من مكان الحلاقه اللي بيبقى نضيف في الصيدليات، وابدا امسك الكارع كده واكحت بيه اي حاجه بتبقى موجوده على الكوارع بتاعتنا. بعد بقى ما احط عليها الصلصه اللي هي بالحمص، هدخلها بقى الفرن كده على طول، تاخد غلوتين كده بس مع بعض، ويمتزج الطعم مع بعضه، وهيطلع معاكي احلى طاجن كوارع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكره انا اول مره اجربه بالحمص، والله العظيم طلع طعمه تحفه جدا، وباذن الله كل مره اعمله بنفس الطريقه. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.